من 20 سنة يا اخوانا، وفي مطار القاهرة الدولي كنت منتظر حد جاي في المطار. قعدت في كافيترية المطار عشان اشرب شاي انا واتنين صحابي كانوا جايين معايا يستنوا، اللي هو كان جاي من الخارج. شربنا 3 شاي، حسبت ب51 جنيه. كوباية الشاي كانت بأكتر من بكام؟ كانت كوباية الشاي ب27 جنيه، حسبت ب73 جنيه تقريبا أو 76 جنيه. ومن ساعتها وأنا جاتني صدمة من أسعار الشاي. حضراتكم الكلام ده من 20 سنة. فأنا النهاردة عندي مكانين بحب أشرب فيهم الشاي. أي مكان حلو يتقدم فيه الشاي بشكل، يعني مكان نظيف جميل، أشرب شاي. أو إما الشاي أنا أعمله بنفسي وأعمله بطريقتي، اللي هي الطريقة العادية، طريقة مش بدائية لكن طريقة جميلة جدا. أول حاجة عندنا يعني كنكة عادية جدا، ودي مية. حضراتكم دي الطريقة اللي أنا بحب بيها أشرب بيها الشاي. طبعا بحط السكر عادي جدا زي ما أنت عايز حضرتك، دي طريقتي اللي أنا بحبها. وبحط الشاي عادي بالمقدار اللي أنت عايزه، بس يا ريت يكون نوع الشاي كويس يعني نوع الشاي يكون جميل، ما يكونش شاي رديء يعني. وبتدوبهم عادي جدا. دي طريقتي بقى اللي بشرب بيها الشاي. وبتحطه على النار الخشب. انا عاشق للطبيعة، لكن صخب الحياة حضراتكم والسرعة اللي احنا عايشين فيها ما بقيش عندنا وقت ان احنا نرجع للحياة الطبيعية. لكن الخشب صحي جدا. حتى في بعض الطباخين الراقيين جدا اللي بيقدموا اشهى واجمل انواع الاكل بيكون فيهم استخدامهم للخشب، لان ده معدن طبيعي. طبعا هنستنى على الشاي شوية وهنرجع لحضراتكم، هنوريكم الشاي شكله ازاي وطعمه بيه ايه. خلاص حضراتكم الشاي بتاعنا قرب يستوي اهو زي ما شفتوا حضراتكم. طبعا عندي انا الكنكه دي يدها حديد ما ينفعش تتمسك في النار، فانا عملت لها يد صناعيه، يعني حته خشب عشان خاطر تبقى ايه تمسكها بسهوله. خلاص الشاي بتاعنا قرب يستوي. خلاص ممكن حضراتكم على النار عادي، نار الخشب دي كويسه جدا يعني وتكون صحيه يعني. ويا ريت النار تكون اهدى من كده لو امكن، يعني كل واحد بطريقته. لكن هي السر حضراتكم في نوع الشاي الكويس، وانك انت برضو تحط سكر مع الشاي، يعني سكر الاول ويا ريت تدوبه الاول، انا نسيت ادوبه الاول بس هيتغلي في النار. وبعد كده تضيف الشاي وتسيبه على النار يستوي بنار هاديه لحد ما يفور ويخرج. اهالينا في الصعيد يعرفوا الطريقه دي، موجوده متوارثه. شايفين حضراتكم الشاي عامل ازاي؟ ابتدى يفور اهو حضراتكم. لكن هعمله انا اديله واحده تانيه برضو عشان يتغلي مرتين. ان شاء الله هيبقى شاي جميل جدا جدا جدا. هندوق ونقول لحضراتكم ايه. عادي ممكن تعملها عندك في البيت لو عندك سطح خشب زي ما انا عامل دلوقتي. وخلاص كده هنشوف الشاي. هتعمل كده حضراتكم كوبايه عاديه جدا، تب مره تانية ترجعه تاني وبعد كده تدوق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف حضراتكم الشاي. هو معقول ممتاز. يمكن انا ما بهتمش بالمقادير كويس، لكن كويس. لكن اهم حضراتكم حاجه نوع الشاي يكون يتعمل على خشب. كده كده اديك قاعد وفر الانبوبه للمدام. كل سنه وحضراتكم طيبين. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.